فالآن الناس يعيبون مشايخ السنة في هذا الزمان بأنهم ما عندهم إلا النصوص. والواحد إذا تكلم يحشر الآيات والأحاديث، هكذا يقولون، يحشر الآيات والأحاديث، ما عنده إلا هذا. ويسمون من يفعل ذلك بأنه ما عنده فن التخاطب مع الجماهير. واليوم نراهم يقيمون دورات لهذا الباب الذي يسمونه فن التخاطب مع الجماهير، أو فن خطاب الجمهور، أو فن مخاطبة الجمهور. فيتخرج الذين يتخرجون على أيديهم، كمثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو الذين كانوا في زمانه. يقول: ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون أن من توسع في القول من المتأخرين أعلم ممن تقدم. وهكذا. فإذا كان هذا في زمانه فكيف نحن الآن في زماننا؟ وصدق ابن مسعود: أنت في زمان، يعني زمانه اليوم، كثير فقهاء قليل خطباء، وسيأتي عليك زمان كثير خطباء قليل فقهاء. ونحن اليوم فيه خطباء كثر، لكن الفقه وأهله قلة. وما ذاك إلا لأن هؤلاء يحسنون الكلام ولا يحسنون الفقه. الكلام كل أحد يحسنه، لكن الفقه لا يحسنه إلا القليل. يحسنون الكلام ولكن لا يحسنون الفقه، لأن الفقه مكلف متعب. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا مكلف، يحتاج إلى تعلم قواعد العلم التي يتفقه الإنسان بها، وهذا شاق عليهم، فما عندهم استعداد له. أما الخطابة والمسابقة إليها فإنهم يحسنون ذلك. ولهذا لا يغركم كثرة الخطباء، ولا تظنوا أن من خطب فهو عالم أو فقيه، لا. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية في نفسه، يستفيد ويفيد الناس. ومن لم يمشي على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في طريقته. والعلم إنما هو ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم قالوه هم بمقتضى علمهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجمع كلامهم فاته العلم. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله، وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذا هو العلم، وما عدا فهو الجهل.
فنحن إذا قلنا ما عندنا إلا ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعتز بذلك ونفتخر به، إذ هو خير العلوم، لأن فهم نقلته أيضا بعدهم خير الفهوم. ولهذا تنافس السلف الصالح من بعد الصحابة في كتابة الحديث وكتابة أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا السبيل الصحيح إلى ذلك، وهو معرفة الجرح والتعديل ومعرفة علم العلل الذي يعرفون به صحيح الحديث من سقيمه. والذي لا يعلم هذا يخبط خبط عشواء، فلا يفرق بين صحيح وضعيف، وكل ما نقل له لا يثق به، لأنه لا يعرف كيف يميز بين الثابت وغير الثابت، فهو لجهله محتار، يجوز هذا الكلام عنده ثابت ويجوز أن يكون غير ثابت. فهل هذا ومن آتاه الله الطريقة الصحيحة سواء؟ لا شك أنهم ليسوا سواء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم نقلت هذا العلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن من عاب هذه الطريقة على علمائنا اليوم فإنه يلزمه العيب في هذا لكل من تقدمهم على هذا الطريق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاعتراض على القرآن الكريم ومخالفة طريقته. والذين قد سبقونا بيّنوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فقه وفهم. الذين سبقونا بيّنوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فهم، لأنهم يعلمون أن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن قل كلامه قل سقطه، ومن قل سقطه قل خطأه. يعرفون هذا تمام المعرفة.